اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض المفرش ده. أنا عملته ببواقي خيوط قطن، جمعت بواقي الخيوط اللي عندي وحاولت إن أنا أستفاد بيها، فعملت المفرش ده. يا رب يعجبكم، وإن شاء الله بإذن الله تكون الغرزة سهلة بالنسبة لكم، وأسيبكم مع الفيديو وأتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله هنشتغل بخيط بواقي خيوط عندي. انت ممكن تعمليه من بواقي خيوط عندك، او تعمليه بلون واحد، مفيش اي مشكله. انا يعني كان عندي بواقي خيوط كتير قطن اليز، فحبيت ان انا اعمل بيهم مفرش ملون كده دائري. ان شاء الله يعجبكم باذن الله وتكون الغرزه سهله عليكم. هي خيوط رفيعه، خيوط قطن تركي اليز. الابره اللي هستخدمها معايا ابره مقاس 3. هبتدي اشتغل غرزه البدايه، عملت غرزة البداية وهشتغل 16 سلسلة. اشتغلت 16 غرزة سلسلة، هقفلهم في اول غرزة اشتغلتها بالمنزلقة. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، وهعمل داخل الدايرة دي الثلاث سلاسل دول انا اعتبرتهم عمود. هعمل داخل الدايرة دي 29 عمود، مع الثلاث سلاسل ارتفاع يبقى معايا 30 عمود. هنا خلصت 29 عمود مع 3 ارتفاع، اصبح معايا 30 عمود. هنقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة من 3 الارتفاع. هقفل بالمنزلقة. هتعد معايا عدد السطور، لان المفرش ده بيعتمد على التكرار. هنا العمود فك، هكرره كده واقفل كده بالمنزلقة اهو، تمام كده. لازم تعدي معايا الاسطر اللي احنا هنشتغلها، علشان خاطر المفرش بيعتمد على التكرار، لان احنا هنخلص حوالي 5 سطور وبعدين نعيد من اول السطر التاني لحد السطر الخامس، هنفضل نعمل فيه اعادة. ده يعتبر كده السطر الاول، تمام. هرتفع 4 سلاسل، ارتفعت 4 سلاسل. بعد كده هشتغل عمود، الغرزة اللي بعديها هشتغل عمود، اشتغلت عمود. بعد كده سلسلة ارتفاع، الغرزة اللي بعديها عمود، سلسلة ارتفاع، اللي بعديها عمود، سلسلة ارتفاع، عمود، سلسلة ارتفاع، واكمل للنهاية. خلصت السطر اللي كنت شغالة فيه، يعتبر السطر الاول. هنقفل بالمنزلقة في ثالث سلسلة. بعد كده هشتغل في السلسلة اللي بعديها اللي هي الفراغ ده، هنشتغل فيه، هعمل فيه حشو. بعد كده 2 سلسلة. بعد كده هلف الخيط مرتين على الإبرة، وهعمل عمود بلفتين في السلسلة اللي وراه دي،
هنا كده هشتغل فيه عمود بلفتين، هطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. بعد ما اشتغلت ال3 سلاسل هنزل على العمود اللي انا اشتغلته ده اللي هو عمود بلفتين، هنزل يعني هشتغل فيه 8 اعمدة بلفة. هلف الخيط على الابرة وهشتغل فيه 8 اعمدة بلفة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده بعد ما عملت التمن أعمدة هسيب فراغ على السطر ده، الفراغ اللي بعديه يعني هسيبه، واللي بعديه هروح اعمل فيه حشو. بعد كده هاخد 3 سلاسل، وبعد كده هلف الخيط مرتين على الإبرة وهسيب سلسلة، وهروح للي بعديها دي اعمل عمود بلفتين كده. وبعد كده هرتفع 3 سلاسل، وهنا على العمود بلفتين اللي انا اشتغلته هعمل عليه 8 اعمدة بلفة. بعد كده هروح على اللي بعديها هعمل فيها حشو، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا. كده انا خلصت السطر التاني بقى بالشكل ده. نبدأ مع بعض السطر التالت. هنا انا اخدت غرزة الحشو، تمام، ان احنا المفروض بناخدها. بعد كده المفروض ان احنا بنرتفع سلسلتين ونشتغل في اللي بعديها العمود بلفتين زي ما كنا بنشتغل، لكن انا هنا المفروض ان انا اشتغل هنا، لكن انا هقفل هنا في اول سلسلة بالمنزلقة بعد ما اخدت غرزة الحشو. السطر الثالث هرتفع 6 سلاسل، بعد كده هاجي على العمود الاول اعمل فيه حشو. على العمود الاول ده هعمل فيه حشو بالطريقة دي كده. بعد كده هرتفع 9 سلاسل، 1 2 3 9 سلاسل. بعد كده اروح للعمود الاول هنا في الشغل او الوردة الجديدة او البتلة اللي بعديها هعمل فيها حشو. بعد كده 9 سلاسل ارتفاع، 2 3 9. هروح للي بعديها هنا اخد في الغرزة الاولى او العمود الاول ده هعمل فيه حشو. هكرر لنهاية الدور بنفس الطريقة. اخر حاجة اشتغلتها قبل ما نقفل مع بعض 9 سلاسل ارتفاع. هنيجي هنا هنقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها في الاول خالص، هنقفل بالمنزلقة. هعمل هنا في الفراغ ده هشتغل فيه حشو. بعد كده هرتفع سلسلتين كده اصبح معايا بمسافة عمود. بعد كده هشتغل جوه الفراغ ده 12 عمود بلفة.
اشتغلت 12 عمود بلفة. الفراغ اللي بعديه ده هشتغل فيه 12 عمود بلفة، بعد ما اخلصهم هروح للفراغ اللي بعديه اشتغل فيه 12 عمود بلفة، وهكذا لحد ما اوصل هنا لبداية ما ابتديت. خلصنا السطر الرابع اللي احنا كنا بنشتغل فيه. عملنا في الفراغات في كل فراغ 12 عمود. السطر الجديد سطر رقم 5 هنقفل بالمنزلقة، وهرتفع 5 سلاسل. بعد كده بعد ما ارتفعت 5 سلاسل هسيب سلسلة على السطر، وهروح في السلسلة اللي بعديها اعمل عمود. بعد كده ارتفع سلسلة واسيب سلسلة على السطر واللي بعديها اعمل عمود، وارتفع سلسلة واسيب سلسلة على السطر واللي وراها اعمل عمود، وارتفع سلسلة واسيب سلسلة على السطر واروح على السلسلة اللي بعديها الغرزة اللي بعديها اعمل عمود، وارتفع سلسلة واسيب غرزة على السطر واروح للي بعديها اعمل عمود، وارتفع سلسلة. وهفضل شغالة بنفس النظام لحد ما اوصل هنا مكان ما ابتديت اشتغل. هعمل عمود وارتفع سلسلة واسيب غرزة على السطر واللي بعديها اعمل عمود، وهكذا. خلصت السطر الخامس هنقفل بالمنزلقة، وكده يبقى احنا خلصنا السطور، وهنبدأ نكررها من الاول. السطور اللي انا اشتغلتها من اول السطر التاني هنبدأ نكررها مع بعض. عشان كده في بداية الشغل قلتلك عدي معايا السطور واكتبي عدد السطور، لان المفرش ده بيعتمد على التكرار. احنا دلوقتي هنكرر السطر التاني. السطر التاني اللي هو ايه؟ ان انا كنت بشتغل في السلسلة حشو وبعد كده بعمل عمود بلفتين. هنفكرك بيه دلوقتي. هشتغل انا هنا عملت غرزة منزلقة، هاجي في الفراغ اللي بعديه اعمل حشو وارتفع سلسلتين كده، يبقى عندي بمقام عمود. وبعد كده هلف الخيط على الابرة واعمل عمود بلفتين في الفراغ اللي بعديه ده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، هنزل على العمود اللي انا اشتغلته بلفتين ده هعمل فيه 8 اعمدة. العمود رقم 8 انا بكرر السطر التاني اللي هو ده. بعد كده هسيب سلسلة على السطر واروح للسلسلة اللي بعديها هعمل فيها حشو. بعد كده عملت حشو هرتفع سلسلتين والف الخيط على الابرة واروح للفراغ اللي بعديه اعمل عمود بلفتين، وهكرر نفس الكلام لنهاية الدور. بعد كده نقرب الكاميرا شوية. انا قربت الكاميرا شوية. بعد ما اخلص السطر التاني هكرر السطر التالت والسطر الرابع والسطر الخامس. افضل اكرر السطور لحد ما اوصل لحجم المفرش اللي انا محتاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده يكون خلص معانا المفرش زي ما انتم شايفين كده. شايفين الغرزة بتاعته عاملة ازاي. طبعا انا زي ما قلت لكم جمعت بقية الخيوط القطن وعملت بيها مفرش، يعني ان انا حاولت ان انا ما هدرش الخيوط، وحاولت ان انا اعمل بيها حاجة يا رب تكون الالوان لايقة على بعضها. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.